البشرة الصحية بتبدأ مع الروتين الصح. طب والروتين الصح دوت نقدر نعمله ازاي؟ نعمله بغسول مناسب، بغسول يكون خالي من العطور. نعمله كمان بخطوة الدبل كلينزر اللي احنا نستخدم فيها مثل ووتر يكون فيها زيتي، ونستخدمها كمان بايه؟ بالقطن. يعني الثلاث عناصر دول هم الحاجات الاساسيه اللي انت تقدري تنضفي بيهم البشره. ازاي؟ هقدر اقول لك ان انت اول حاجه خالص ان انت محتاجه معانا غسول زيتي، وافضل غسول زيتي فعلا انا جربته اللي هي الميسلر ووتر من رو افريكا. الحجم بتاعها اهو، يا رب يكون واضح، 120 مللي. الغسول دوت زي ما قلت لكم، او الميسلر ووتر دوت زي ما قلت لكم، ده مثل ووتر زيتي. لازم اول ما تستخدميه لازم تبداي ترديه، لازم علشان الزيت يختلط بالميه. وطبعا دوت ميد ان ايجيبت. كل شركة منتجات رو افريكان كل المنتجات بتاعتها طبيعية 100%، ودي اهم ما في الموضوع. وفعلا من احلى الميسلر ووتر اللي انت تقدري تستخدميها. ومش شرط خالص ان انت تستخدمي ميسلر ووتر علشان انت بتستخدمي ميك اب، لا خالص. احنا كل يوم في نهاية اليوم بشرتك ديت بتتعرض للاوساخ، بتتعرض للجراثيم، بتتعرض للبكتيريا، بيبقى عليها السان سكرين. فكل الحاجات ديت لازم تنضفي البشرة كويس. لازم تعملي خطوة الدبل كلينزر، وتضمني ان الميسلر ووتر دوت وصل لاعماق المسام بتاعتك من جوه علشان ينضفها. واحسن حاجه عشان تستخدميها زي ما قلت لك هو الميسلر ووتر. طيب تاني حاجه بقى، خلاص والله استخدمنا الميسلر ووتر، ظبطنا دنيتنا، نضفنا كل حاجه. وعايزه اقول لكم ان هو خالي من العطور، وان هو كمان ما فيهوش اي كحول، وبنستخدمه عادي جدا وبيخش في منطقه العين وما بيسببش اي مشاكل ولا اي التهاب ولا اي حساسيه. تاني حاجه بعد ما اخلص الخطوه ديت هي ان انا بستخدم الغسول بتاع رو افريكان. الغسول دوت غسول ينفع لكل انواع البشره. الغسول دوت زي ما قلت لكم خالي من العطور، خالي من الكحول، في نايسيناميد، في هيلورونيك اسيد، في جلايكوليك اسيد، مناسب لكل انواع البشره بما فيهم كمان البشره الحساسه. يبقى عشان تضمني ان انت بشرتك تكون متنضفه 100% لازم تستخدمي الغسول، ولازم تستخدمي الميسلر ووتر. عايزين بقى نتكلم عن التفاصيل كلها بتاعه الباكج ده كده على بعضه، هيناسب مين ومش هيناسب مين، وايه مميزاته وايه عيوبه. كملوا معايا لاخر الفيديو.